السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، معكم جعفر العراقي. الشرح لهذا اليوم عن كيفية تفييش كيبل اليو تي بي. الأدوات اللي راح أحتاجها بهذا الشرح، راح أحتاج إلى كابسة يو تي بي وفيش يو تي بي، أيضا إلى قطع كيبلات جهاز تيستر. على سبيل المثال عندي هذا الكيبل بمشكلة بالإنترنت، ما يقدر يحول الإنترنت أو بمشكلة بقطع أحد الوايرات، راح أقوم بفحصه عن طريق التيستر. مثل ما تشوفون عندي الواير رقم 6 ورقم 7 ورقم 8 بيهن مشكلة، راح أقوم بقطعه وأسوي له فيشة جديدة. خلينا نشرح شوية على كابسة اليو تي بي. كابسة اليو تي بي متوفرة بأشكال وأنواع مختلفة. هذا الشكل متوفر بالصناعة بسعر $10 إلى $12، وطبعا اكو أسعار أرخص من هذا السعر. تحتوي على قاطع كيبل، وأيضا قاطع الغلاف الخارجي للكيبل، وأيضا كابسة 3 أنواع، 4 كيبل و8 كيبل و6 كيبل. احنا أكثر شي نستخدم هنا 8 كيبل. هسه راح أقوم بقطعه وتفيشه من جديد. مثل ما جاي تلاحظون قطعت الفيشة للكيبل. هسه راح أقوم بإزالة الغلاف الخارجي للكيبل عن طريق الكتر، إزالته بهاي الطريقة. بعدها أقوم بإزالة الكتر وإزالة الغلاف الخارجي للكيبل. أتأكد إنه الوايرات ما انضربن. بعد ما اتأكدت من إنه وايرات الداخلية للكيبل ما انضربن، هسه أقوم بفرش الوايرات بهذه الطريقة. بعدها أقوم بتفريغ الوايرات. مثل ما جاي تلاحظون فرشت الكيبلات بهاي الطريقة. هسه أقوم بترتيب الكيبلات حسب الترتيب اللي راح أخلي لك إياه بالصورة. أقوم بسحب الوايرات بهاي الطريقة، يكون ترتيب الكيبلات بهاي الطريقة: برتقالي أبيض، برتقالي أبيض أخضر، أزرق، أبيض أزرق أخضر. أقوم بسحب الكيبلات بهذه الطريقة حتى إنه يكون عدلات أثناء القص. بعدها أبيض جوزي، بعدها جوزي. سأقوم بفرش الكيبلات على الأصبع بهذه الطريقة وأتأكد إنه الوايرات صحيحة. أبيض برتقالي برتقالي، أبيض أخضر أزرق، أبيض أخضر أخضر، أبيض جوزي جوزي. هسه راح أقوم بقطعهن باستخدام القاطع. قصيت الكيبلات بطريقة صحيحة وأيضا بطريقة مستقيمة حتى لا تسبب لي مشاكل. بعدها استخدم فيشة اليو تي بي وأقوم بإدخالها. أخلي الوايرات أسفل الفيشة مثل ما تلاحظون، أسفل الفيشة مو بالنص ولا فوق. وأيضا أقوم بالدفع نحو الداخل للفيشة. أتأكد أن جميع الوايرات وصلا للفيشة من فوق إذا تلاحظونها. أيضا من الجهة الثانية
بعدها أقوم باستخدام الكبسة بهذه الطريقة وأقرص على الفيشة. مثل ما تلاحظون كبست عندي الفيشة. هسه بعد ما قمت بكبس الفيشة أتأكد إنه الواير انكبس بطريقة صحيحة. كل ما عليه إنه أستخدم التيستر. مثل ما جاي تلاحظون إنه جميع الكيبلات اشتغلت بطريقة صحيحة. لهنا انتهى شرحي لهذا اليوم. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تراسلني. تحياتي لكم، جعفر العراقي.